قناتنا مميزة كالعادة، وبنطلعوا رحلات وجولات. السلام عليكم. بنقول لكم يعني بنخبركم على واكلات الفنادق الحلوة، الفنادق اللي في البلد والاكلات اللي موجودة في المدينة. في قلت لكم قبل كده جمصة دي انا اخر مرة رحتها من 30 35 سنة. ماشي؟ فبشوف الاكلات اللي موجودة فيها. طبعا احنا رحنا راس البر واتكلمنا عنها. وكلنا منها فطير مشهوره بالفطير. قلنا برضك جمصة اكيد برضك معروفين بالفطير، او الاكلات نشوف الفطير بتاعنا بتاع راس البر ولا بتاع جمصة. هنفرق بين الاثنين. اولا احنا جبنا مطعم مشهور قوي اسمه دمياطي. مطعم الدمياطي هنوريكم دلوقتي. ده في وسط السوق. جمصة شارع امون. ماشي يا جماعه؟ بتاع الحاج سعد الدمياطي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش من لايك واشتراك في القناه. فجبنا الفطير، واحده حلوه واحده حادقه. الحادقه جبنه رومي، واحده مالحه وواحده حلوه. واحده حادقه واحده مالحه، يعني حسب لهجتها. هي مالحه احنا هنقول حادقه. اهي دي بالجبنه الرومي. بصوا يا جماعه اهي. ماشي؟ دي الحادقه ودي الحلوه. الحلوه هنا متغيره شويه في التركيبه بتاعتها، في التزيين غير بتاعت راس البر. طعم لسه ما دقناش. لسه ما دقناش. فهندوق واحده واحده. نبتدي الاول بالحلقه. ماشي؟ بعدين اقول لكم الحلوه عامله ايه. بسم الله. تعالوا تفضلوا معانا او تعالوا تتعشوا معانا. هذا العشاء. اقول لكم بقى العجينه عامله ايه والحشوه بتاعتها. ندوق ونقدر نقول لكم. طبعا هو مدي معاها كاتشب مع الحدقه. هناكل. بسم الله. صلوا على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اكبر. الله. بسم الله. دي بالرومي وخضار. روعه. مش تقيل. بس الطعم مختلف. التاني كان رومي بس. كانت الثانيه رومي بس ما فيهاش خضار. مش خضار، هي رومي وخضار. وانا كعزيز عليا الخضار. هي بتحب الخضره. اولا فيها فلفل. ماشي؟ فيها طماطم. فيها زيتون. بس معموله فيه بيض يا جماعه. صح؟ في بيض. ايش يعني وش بيض مع الجبنه الرومي مع الخضار. جبنه الشيدر. بس الطعم مختلف عن بتاع راس البر. صح؟ راس البر فيها دهون كتير. اولا دي معموله بسمنه بلدي برضه. عارفين جمصة تتبع مدينه المنصوره محافظه الدهليه. محافظه الدهليه مشهوره بالسمنه البلدي والحاجات الطازه الجميله جدا. بس دي انا اللي عجبني فيها هو مدخل فيها الخضار. جنبك الثانيه؟ الخضره تشجع انك تاكل توكلها. الثانيه يعني حميت على قلبنا شويه. اللي هي الجبنه الرومي بس في راس البر بقت حاميه على قلبنا، يعني في تقل شويه. ودهون فيها دهون كتير. هذه لا. تمشي فيها دهون كتير. ما قلتش هي وحشه. لا بالعكس. مش وحشه، بس هذه نعطيها انا 10 على 10. التانية 9 من 10. كده عرفنا نقيم. كنا بنقول التانية 10 من 10. دي في جمصة. طعمها زوين بزاف. محل سعد الدمياطي. هو اسمه كده. اولا المحل ده كبير جدا، واخد مساحة كبيرة وسط الميدان بتاع جمصة. في محلات تاني بس هذا اللي باين لي عليه زحمة. وانا كنت نجرب. في يعني كمان اللي بروح محلات اللي شبه زحمة. نعرف ان الناس بتجيله من كتر السمعة الكويسة. في فيديو مصورينه وهو بيعمل الفطيرة وبيطيرها في الهواء. اتفرجوا عليه برضك الفيديو اللي جاي. ماشي؟ او الفيديو اللي قبل ده هنزله لكم. بيطير الفطيرة في الهواء. شفتوا فطيرة بتطير في الهواء؟ يا ريت تساعدونا باللايكات واشتراك. اثنين معلمين كل واحد واقف على ترابيزة على طاولة
بيفرد الفطير، كل واحد بيطير بيعمل ايه؟ المعلمه بتاعته بتبان. انا الحاجه اللي ما عجبتنيش ما نعاودش ناخذ منه، والفندق اللي ما عجبنيش ما نعاودش ندخل فيه. تمام. يعني تحس ان ايه تجذبك. هذه بتاكل. دي الحرف. هي ما فيهاش حشوه، خلي بالك، هي الحشوه لا ما فيهاش حشوه، هي اللي جبنه رومي على الوش. لا فيها حشوه متزارين، فيها حشوه متزارين. هاي خضر هاي. لا اللي جوه دي فيها. فيها حشوه. لا ده جبنه رومي جوه يا جماعه. جبنه رومي. بتشد، جبنه رومي بتشد. لا ما فيهاش موزاريلا، جبنه رومي حشوه يا جماعه. الحشوه جبنه رومي، انا واخد بالي من دي. الثانيه كانت جبنه رومي على الوش. بتاعت راس البر. كمحلات الجمل. ماشي. على حاجه سخنه. الشهر اللي فات كنا في راس البر وجبنا الفطير على راس البر. بصوا. حلو. صراحه. جبنه رومي حلوه. كل ما بتاكلي نقول لكم بقى دي سعر كام؟ ما تجيش صغيره او الوسط، ما فيش صغيره. دي الوسط وفي الكبيره. الوسط دي ب 100 جنيه. هنلاقي سعرها 100 جنيه. والحلوه بره سعرها 100 جنيه. عندكم برضك الحلوه بس بناكل ايه حته من دي. بس رائعه. دي بقى يعني التغيير فيها خضره. خضره وفيها جبنه رومي من جوه. الحشوه وفيها بيض. فيها وش بيض يا جماعه. وبيض كنت بحسبها هيكون زفر، ما لقيتش زفر، صح؟ روعه. نركن دي. اقفلي. ماشي هنا. حط عليها. طلع بقى. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مختلفة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. قل اعوذ برب الفلق. بصوا يا جماعة. انا ما كنبغيش الوهلة الأولى ناخذ الناس ياخذوا عين. قل اعوذ برب الفلق. ما شاء الله. الوهلة الأولى حاجات مختلفة. الحشو. الثانية كان فيها بتاع دي كسر من جوه، دي فيها كسر برضه. ماشي؟ أيوه. ماشي كسر حلو. معايا؟ بتاع كده قلب. وفيها من بره بقى المكسرات اقل شويه. المكسرات بتاعتها اقل شويه. ماشي؟ بس في جوز هند. وفي ايه تاني؟ في مربى رش عليها يا جماعه. زبيب. بحطه على البقر. في زبيب وفي حلويات ملونه. شايفها؟ الحلويات دي جميله جدا، العيال تحبها. ده من عند سعد الدمياطي في جوزة. محلات الدمياطي يعملوا كشري، فول وطعميه، كل المشويات، لحمه بتاع ده رغيف لحمه بعجين، حواوشي، حاجته نضيفه، كباب، كفته. المحل ما شاء الله واخد نصيب زي ما انا قلت لكم كده في الاول. ده الفيديو الاولاني اللي عايز يروح. كستر ديالو كستر عامل ايه؟ روعه. ورش عليها ايه اللي رشه في الاكل ده؟ صوص. مش عاملها. صوص. صوص هو. صوص هو عامله. كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الله. دلوقتي قل اعوذ برب الفلق. اي حاجه تاكل وهي سخنه. كسر عامل ايه؟ روعه. حلو. انا ما عجبتنيش، لان ما كتعجبنيش في بتاعت راس البر. دي احنا بنتكلم الوش مليان. ليه؟ لان هي بتطبخ وبتعمل حلويات في القناه بتاعتها، وانا برضه بعرف اطبخ. فبنعمل مكونات المنتج ايه؟ مكوناته ايه؟ بس حاجه وهي سخنه جميله. هو مقطع، انا ماشي كقطع، هو مقطع. بس عشان كسر مسكها. روعه.
يعني الفطيره دي ما شاء الله ياكلوا فيها 4. دي 4 ياكلوا منها كل واحد ربع غير الثانيه. يعني ما تبقاش غاليه بالنسبه للمجموعه. لو 4 تنفار هيجيبوا فطيرتين الواحده ب 100 جنيه. ده الوسط، ما يجيبوش الكبيره. هياكلوا ويشبعوا. لان لما بتبات ما بيبقاش نفس الطعم. احنا جبنا واحده منا وواحده من عشان نصوروكم. احنا بنحاول البلد نروحها نشوف مش السيء اللي فيها، نحاول نشوف الكويس اللي فيها. السيء ده بقى يعني ممكن نجيب لحظه منه عشان ما نوقفش حاجه الناس. احنا بنتكلم الحاجه الكويسه اللي في البلد. جمصه مش واخده وضعها يا جماعه. حسب ما انا قعدنا الكام يوم دول مش معروفه قوي. ماشي، يعني راس البر كانت وضعها جامد والحاجات بصراحه فيها بقت غاليه شويه. اذا كان السكن والاستغلال بتاع بردك بعد الخضار والفاكهه، وهنا الفاكهه فيها استغلال شويه. فاكهه غاليه. الخضار بردك شبه غالي. لكن الحاجات اللي هي بتستنتج اكل بتتصنع سعرها حلو وحاجتهم نظيفه، مفيش حاجه تبقى مغشوشه فيها. يعني بتاكل الحاجه في منتهى الجمال. تستطعميها. تمام؟ تمام. احنا نجيبوا 2 نجيب 2 عشان التصوير. هو احنا ما وحده تكفينا، ولكن هو احنا كنجيبوا 2 عشان نوريكم الحلوه. دي المقاس الوطني مفيش صغير. وحده حلوه وحده. هادشي اللي كنقول لكم ساعدونا في القناه. احنا هادشي كنصرفوا. الحاجات دي يا جماعه بتكلفنا شويه عشان نبسطهم ونعرف الناس قبل ما يطلعوا في حته وياكلوا فيها يروحوا الحته دي يعرفوا اسعار الحاجه كده. ايوه. يعني في فندق اللي احنا قاعدين فيه قعدت فيه. في فندق لقيته على النت بس كانوا منزلين قبل ما يتجدد. ما كانش عاجبني ناحيه المستوى والفرش. المهم خدت بعضي وانا في السوق لقيته الفندق ده. قلت معقول الفندق اللي جاي على النت ده هو نفس الفرش؟ قلت طب نروح نسال، تعالي نسال الفندق ده اسعاره ايه؟ وجديد ولا ايه؟ دخلنا انبهرنا علي اللي موجود على النت التصوير القديم اللي من كام سنه. اتاري ده متجدد نمره 1. هنزله لكم وتشوفوا المقارنات. سويت صغير فيه المواعين. سويت صغير جدا حلو قوي لواحد ومراته مع عيل ولا عيل. نضيف فيه المواعين. في غرفه وفي غرفتين. منشر غسيل. كل ثلاجه بوتاجاز صغير. المطبخ الخشب فيه ادوات مطبخ. اتفرجوا على الفيديو بتاع الفندق ده. الفندق اسمه العدوي. جوه السوق. جوه السوق قدام يعتبر دمياط الحته دي في وسط السوق. الفندق ده. فاحنا لما نشوف بنحاول بدل ما انتوا تلفوا وتتعبوا وتتخموا، لا احنا بنوري لكم ايه اللي بيحصل في تخمينا. احنا ما بغيناكمش تخموا انتوا. هي كده. صراحه. ماشي؟ تخشوا برك على الفيديوهات تعرفوا مصر جمصه. اولا اسعاره حلوه مش وحشه. ماشي؟ لقينا تلتين سعر اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. في الموسم دلوقتي. بس روعه صراحه. الفطير على نمره 1 صراحه. طب دي تانية حلوه بره. الحلو الاثنين يعني ايه؟ زي بعض في الحلو. لا لكن في الحلو انا لا الاثنين زي بعض. انا غنقول لك انا رايي. في الحلو هو حاط على الوجه. ايوه الاختلاف هنا. مكسرات كثير. جميل ده بتاع راس البر. وانا ما بحبش دوك المكسرات كثير على الوجه. كان بتشيل مكسرات الدهاني. ده ما حطش. المكسرات قليله. ده مكسرات لكن فيها حلويات ملونه جميله تفرح الاولاد. حشوه مليانه. حشوه يعني معمره مزيان. اللي كسر اكتر. كسر واطلع. غير بقى في الاخر انا صورته. يعني هو بيعمل هتشوفوه يا جماعه في الفيديو. هو بيعمل المربى السايله على والصوص بتاع الفطيره. انا كمان مصوراه في قناتي. هنزله لكم على قناتي. يا ريت تدخلوا تشرفوني في قناه يوميات السعوديه المغربيه بمصر. يا ريت تدخلوا تشرفوني. تدخلوا عندي شرفوني. والى اللقاء بحاجه جديده واستنونا الاسبوع ده كله. هننزل لكم الفيديو كل اجواء قمصه. اسبوع قمصه هذا اسبوع لغايه العيد. اسبوع قمصه لغايه العيد. هنزل لكم الحاجات بتاعتها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. يا ريت تشتركوا بالقناه
وتفعلوا الجرس. ولايكات واشتراكات. لينا قناه ثانيه اسمها بتاعتنا يوميات عادل معاشات. ادخلوا والمشتركه بتاعتنا اسمها ايه؟ يوميات عادل والسعديه للكبار فقط. سلام. يعني حاجاتنا هادفه يا جماعه. صباح